طبعا انت منورني النهارده. انا جيت مخصوص عشان قالوا لي انت جاي النهارده فلازم اسجل معاك بعد النجاح اللي انت حققته. اتشرف ان انا اكون معاك. مسلسل جعفر العمدة، وطبعا كلكم يا جماعه عارفين كارم فتح الله، اخو شوقي فتح الله، اخو دلال، عيله فتح الله اللي كلكم كنتوا متغاظين منها في رمضان. طبعا عايزاك تقول لي الدور ده جالك ازاي؟ الدور ده جالي بترشيح من الاستاذ محمد سامي الحمد لله. كان دور كويس، قريته يعني مكتوب بشكل جميل جدا جدا. دور فيه تحورات كتير وتغيرات كتير، فكان ميزه كويسه قوي الواحد يشتغل، واشتغلنا عليه بشكل جميل. مكتوب الحمد لله البروجكت كله او المشروع كله او مسلسل جعفر العمدة كله شخصياته حلوه جدا. فمن الحلو ان انت تشتغلي في مسلسل كل شخصياته مكتوبه حلو، لان في النهايه العمل الناجح بيكون عمل جماعي. فكان معانا المسلسل كله 30 حلقه قبل التصوير، كان في فتره كويسه جدا ان احنا نقرا ونفهم كل شخصيه وابعادها، والحمد لله زي ما انت شفتيه كده كان جميل الحمد لله. طبعا تواجدك في الاماكن العامه والجمهور طبعا يعني خلاص يعني بيشوفك يقول لك يا كارم رد فعل الجمهور معاك ايه بعد الحمد لله والشكر لله. انت عارف الشعب المصري شعب بيعرف يستطعم الفن، وبيحب الفن وبيحب الادوار الحلوه وبيحب التمثيل وبيحب، يعني مصر هي قبله العالم العربي كله طول عمرها يعني. فالحمد لله ردود الافعال قويه جدا في كل مكان، الناس بتبقى موجوده بتسال. من ايام ما كنا في المسلسل في الحلقات بتاعت المسلسل كله كان بيسال ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيجرى. كنا عايشين يوم بيوم على كل حساباتنا الشخصيه. الناس بتستفسر لما بتقابلك في اي مكان بتستفسر. وحتى بعد ما خلصنا الناس جعفر العمدة عايش في قلوبها بشكل كبير جدا 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 بكل تفاصيله وبكل شخصياته. فالحمد لله. كنت تتوقع النجاح دوت؟ كنا عندي ثقه في ربنا عز وجل طبعا اهم حاجه، وعندي ثقه في الثنائيه بتاعت المخرج الكبير محمد سامي والنجم محمد رمضان. دايما ثنائيه اثرت الفن العربي بمسلسلات جميله زي الاسطوره والبرنس. استاذ محمد سامي يمكن اغلب النجوم اللي اشتغلت معاه نورت. فالحمد لله كان عندي ثقه في ربنا وثقه في الاستاذ محمد سامي. احكي لي بقى يعني عيله فتح الله، العيله دي اثرت عليك بقى بعد كده في حياتك الشخصيه؟ لا طبعا. على بال ما خرجت من مود الدور ده يعني خدت لك وقت قد ايه؟ الممثل يقدر الحمد لله يتقمص الشخصيه في اللوكيشن. طبعا في الفتره بتاعت التصوير لما كانت في ايام متتاليه كتير مع بعض كنا بنخرج من اللوكيشن كانوا فتح الله وترجعي له كانوا فتح الله. لكن كتاثير عليا انا شخصيا لا، لان هو مليان شر مليان صفات كتير مع الحمد لله انها مش موجوده فيا على طول يعني. تتمنى ان يكون في جزء تاني من جعفر العمدة؟ والله ده امر يرجع للاستاذ محمد سامي وهو المخرج والمؤلف. هل هيعوز يعمل له جزء تاني؟ مش عارف، بس طبعا اتمنى اي عمل ناجح. لو عمل ناجح ومشروع ناجح اتمنى طبعا. كل الناس كانت مستنيه محمد رمضان ياخد حقه حق سيد اخوه من كارم ومن شوقي. تمام طبعا، لان الناس حبت قوي شخصيه سيد العمدة. النجم الكبير احمد فتيم عملها ودخل قلوب الناس بشكل كبير جدا، والناس توحدت مع شخصيه جعفر العمدة بشكل كبير، لان هو شخصيه تتحب، يعني هو شخصيه موجوده في الشارع المصري تتحب. فبالتالي كانوا زعلانين جدا من